بدي منكم تنطروني بلقاء حصري وشفاف وصريح بحلقة نارية حرارية بخارية مع الإعلامي وسيم عليا قريبا عبر إذاعة سيدني أستراليا. لاف يو. إلي زمان ما طلعت عليكم عبر الإذاعات أو حتى تلفزيونات، صدقوني اشتقت لكم ومن قلب قلبي. فأنا اليوم حابة أخبركم ليش ما عم بطلع كتير. صراحة لأنه الإعلامية اللي بدها يجيني شركة بحلقتها ما بدها تدفع، يعني هي بدها تستضيفني، تستفيد مني، من خبرتي، من حضوري، من قوتي، من جمهوري، وما بدهم يدفعوا لي. طيب سوري، يعني اليوم أنا ما عم بلبوس، ما عم ساوي شعري، ما عم بتأنق، هيدا كله كلفة، ما عم روح لهونيك، ليه بدي يكون ببلاش؟ يعني هن لما بيشتغلوا بالتلفزيونات بيقبلوا يطلعوا ببلاش، هن لما بيعملوا حلقاتهم بيقبلوا ما يقبضوا حقها، ليه نحن بدنا نكون ببلاش؟ يعني انا اليوم لما بسمع اعلاميه بتقول فلان طلب كذا كذا على حلقته، ايه حقه؟ انت عم تاخدي له جمهوره، انت بلاه حبيبتي حلقتك زيرو. وما تنسوا اليوم مشاهير السوشيال ميديا اهم من المشاهير اللي طلعوا عبر التلفزيونات بكتير، وبدكم تتقبلوا الواقع. ليه؟ لانه الناس اختارتهم، الناس حبتهم، عندهم جمهورهم الخاص. انتوا عبر التلفزيونات المخرج والمنتج هو اللي دفع حق شهرتكم، هو اللي وصلكم، هو مفضل عليكم، بينما نحن الناس هي المفضل علينا، الناس هي شركة انتاجنا، الناس هي سندنا. انا بفتخر فيكم يا حبيبات قلبي، وانا من اول اطلالي الي بحياتي كنت لكم انه انتوا شركة انتاجي وانتوا اللي بتقووني. كل حدا بلوجر او انفلونسر على الميديا بدي اقول لك انت الناس وصلتك، عرف قيمة حالك، عرف قيمة وأهمية حضورك لحتى تقدر تستنسب طلعاتك عبر التلفزيون وما حدا يستغلك ويستغل جمهورك. بحبكن، love you so much. حابة أطرق لي بما أنه أنا بهيدا اللوك وكتير كتير حبيته، حابة أطرق لي رقصة تقطع والكن بتقطع مع الرمروم. شو انتو عن عبس بتحبوني؟ لانه انا خرج انحب وخرج اتابع وبعطيكم طاقة حلو كتير مثلي. وصلت لها خلص وده منضها في صفك، فرحت راكنها فوق رفك، تجيلك هي وانت اللي بريت بتروح بتهملها عشان هي